والجزائر تتناول في كل المنابر حق تقرير المصير وتجعله أصلا تجاريا بسياسة الكيل بمكيالين، وتدافع عنه للهجوم على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لكنها لا تطبقه حينما يتعلق الأمر بالشعب القبائلي الذي يوجد قبل أن تصبح الجزائر دولة بآلاف السنين. والمغرب قد ضحى وأعطى وساعد شعوب في تقرير مصيرها قبل أن توجد الجزائر. لماذا الجزائر لا تريد فتح المخيمات؟ لماذا الجزائر جعلت من هذا المكان سجنا مفتوحا؟ وهو طبعا الهدف من هذا هو سرقة ونهب المساعدات الإنسانية من طرف البوليساريو واقتراف انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تجنيد الأطفال. إذن سوف ننتقل الآن إلى حقوق الرد. أول متدخل هو المغرب. طلب وفد المملكة المغربية الكلمة للرد على ما جاء في بيان ممثلي الجزائر يوم الجمعة، حيث أثار وفده مرة أخرى قضية الصحراء المغربية. هذا الهوس المرضي بصحراء المغرب دليل قاطع على أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في هذه القضية، حيث أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تطرقت إلى قضية الصحراء المغربية تحت هذا البند. تحدث ممثل الجزائر عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. هل الجزائر فعلا مثالا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان؟ الجواب أن هذا البلد له سجل قاتم في مجال حقوق الإنسان، ويرتكب أبشع انتهاكات للحقوق الفردية والجماعية، من سجن لنشطاء الحراك واعتقال وملاحقة واختطاف الصحفيين في الداخل والخارج، وكذا منع التجمعات والمظاهرات السلمية واقتراف الميز العنصري ضد الشعب القبائلي الأمازيغي الذي يطالب بحقه في تقرير المصير، وهي الانتهاكات التي وثقها عدد من المقررين الخاصين. وفي تناقض تام مع مطالبها بتبسيط ولايات بعثات حفظ السلام، دعت الجزائر في كلمتها إلى تخويل بعثة المينورسو ولاية لمراقبة حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد لا بد أن نذكر بأن الجزائر عضو غير دائم بمجلس الأمن. قبل أسبوعين كان بإمكانها أن تحدث آلية لحقوق الإنسان بالمينورسو، ولم تفعل ذلك لأنها حاولت إدخال تعديلين على نص القرار، إلا أن رد أعضاء مجلس الأمن بالأغلبية كان مخيبا لآمالها، حيث لم يتم اعتماد هذه التعديلات، لأن مجلس الأمن يعرف تسييس الجزائر لمسألة حقوق الإنسان ضد المغرب، ولأن أعضاءه يعون تماما ما ترتكبه الجزائر من انتهاكات داخل ترابها ضد مواطنيها، وكذلك بمخيمات تندوف التي اقتطعتها الجزائر من ترابها وجعلتها مرتعا لعصابة البوليساريو يعيش الساكنة فيها كرهائن في الخيام بدون أبسط شروط للكرامة وفي ظروف مذلة، في خرق سافر للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وبدلا من تحمل مسؤولية الجزائر لإخفاقاتها المتتالية، ألقت اللوم على حامل القلم الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، التي نعرب لها مجددا عن بالغ تقديرنا على الجهود التي قامت بها خلال المشاورات التي سبقت اعتماد قرار 2756، والذي أشاد مرة أخرى بالدور التي تقوم به اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لكل من العيون والداخلة فيما يتعلق بترقية حقوق الإنسان والتعاون مع الإجراءات الخاصة. السيدة الرئيسة، ترافع ممثل الجزائر عن الحلول السياسية، وحينما يتعلق الأمر بقضية الصحراء المغربية فإن الجزائر تتنصل من مسؤوليتها التاريخية والقانونية والسياسية، وتعرقل المسار السياسي وتقف عقبة للحل، وذلك من خلال رفضها الامتثال إلى قرارات مجلس الأمن والجلوس حول الموائد المستديرة كما فعلته عامي 2018 و2019. كما أكد أخي ممثل الجزائر استعداد بلاده لتقديم الدعم ومشاركة خبرتها مع بعثات حفظ السلام. لا ندري عن أي خبرة يتحدث، والجزائر لم تنشر جنديا أو شرطيا واحدا في بعثات حفظ السلام. السيدة الرئيسة، أرادت الجزائر بقضية الصحراء المغربية أن تكون خنجرا في خصر المغاربة، إلا أن لم تزدنا إلا عزما وتباثا على التشبت بمقدسات الوطن والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الذود عن سيادة المملكة ووحدة ترابها من طنجة إلى القويرة، والتصدي لكل مكائد الخصوم ومناورتهم. وختاما أود أن أؤكد مجددا أن الصحراء كانت دائما مغربية وستظل مغربية أبدا
مهما كلفنا ذلك من تضحيات. وشكرا لكم سيدتي الرئيسة. I thank the distinguished representative of Morocco. الكلمة للجزائر. شكرا السيد الرئيس. يؤسفنا أن نجبر على تناول الحديث مرة ثانية للرد على المزاعم التي لا أساس لها على لسان وفد المغرب بحق بلادي. وبحسب إرشادك السيد الرئيس سوف نلتزم بالمسألة قيد النظر ونلتزم بالوقائع والوقائع حصرا في بياناتنا. وكما سمع الجميع في هذه القاعة لم تتم الإشارة إلى مملكة المغرب على الإطلاق، ولكننا سمعنا للتو ردا من نفس الوفد الذي جاء اسم بلادي على لسانه مرات عديدة وكما درجت العادة. نحن نتفهم سبب هذا الرد الذي لا أساس له، ضرورة الحديث عن رصد حقوق الإنسان وآلية داخل البعثة المعنية بتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية المنورسو. هذا أمر لا يقبل به على الإطلاق بالنسبة لهذا البلد، والذي يسعى بكل السبل بالتغطية على الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بحقوق الإنسان ضد أبرياء مدنيين في هذه الأراضي المحتلة. مثل يضرب على ذلك وعن إعاقة المغرب هو منع وصول المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية، وذلك في السنوات التسع المنصرمة، 9 سنوات السيد الرئيس، على الرغم من قرار مجلس الأمن 4703 والذي جاء عليه تقرير الأمين العام بشأن المينورسو في الفقرة 72. هل نذكر كذلك عمليات الترحيل التي قامت بها القوى المحتلة للمغرب طبعا لنرويجيين 2 فيما كانا يزوران ناشطين في حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، أو ترهيب الناشطين الصحراويين في الأراضي المحتلة كما جاء على ذلك الفقرة 74 من تقرير الأمين العام؟ وماذا عن ظروف لا إنسانية لاحتجاز سجناء الصحراويين كما جاء ذلك الفقرة 76 لتقرير الأمين العام؟ ربما لم تقرأوا التقرير وبإمكاننا أن نتيح لكم نسخة. ويؤسفنا أكثر أن هذا النهج الاستعماري يغض الطرف عن البعد حقوق الإنسان في ولاية المنورسو وتدفع باتجاهه دول أخرى تشدق بالقانون الدولي وفجأة تصبح عمياء عندما يتعلق الأمر بالمينورسو. ثمة اسم لذلك السيد الرئيس، اسمه ازدواجية المعايير. السيد الرئيس، سمعنا وفودا عديدة تتحدث عن أهمية آليات رصد وإبلاغ بشأن حقوق الإنسان في إطار بعثات حفظ السلام، وهذا يتفق وجوهر هذه المناقشة العامة من دون أن يتسبب بذلك بردة فعل من المغرب. ولكن على ما يبدو ما يحرك المغرب وكان يستوجب ردة فعل هو بياننا. للأسف تحاول المغرب أن تؤطر الصحراء قضية الصحراء بشكل ثنائي وتصرف قوى استعمارية بحق دولة مؤسسة بالاتحاد الأفريقي. وبالنسبة لقضية رصد حقوق الإنسان بالصحراء الغربية لا يمكن لأحد أن يشكك بالاتساق في ضوء هذه المناقشة. وسلوك الوفد المغربي يؤكد أن انتهاكات جسيمة تقع في الصحراء الغربية والأسرة الدولية يجب أن تكون على إدراك بها. السيد الرئيس، كانت دعوتنا هذه إذن بتوسيع الولاية للرصد والإبلاغ والمتابعة ما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي وكذلك حقوق الإنسان المرتكبة بالصحراء الغربية. كان له إذن دوافع 3. أولا، تعزيز القدرات التشغيلية للمينورسو في إتمام الولاية. ثانيا، إبقاء الأسرة الدولية على اطلاع بشأن وضع وحالة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. وثلاثة، ضمان حماية أكبر لسكان الصحراء الغربية في وجه انتهاكات جسيمة لحقوق سافرة لحقوق الإنسان على يد المغرب. ختاما، نرى أن غياب هذه الآلية في ولاية المينورسو إنما هو غير طبيعي، وبالتالي يمكن أن يتواصل غض الطرف عنها. وهذا مكون حقوق الإنسان لا يتعلق فحسب بالاتساق المؤسسي، بل هو ضرورة تشغيلية تضمن استدامة العدالة والسلام في المنطقة. أشكر الجزائر، والكلمة الآن لممثلي المغرب لرد ثان. رئيسة، لم يكن نريد وفد بلادي أخذ الكلمة مجددا، لكن إصرار أخي ممثل الجزائر على نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة اضطرنا إلى ممارسة حق الرد المرة الثانية.
تساءل في مداخلته لماذا نذكر الجزائر. نذكر الجزائر لأن الجزائر هي الطرف الرئيسي في هذا النزاع، لأن هي التي تستضيف وتمول وتشتري السلاح للبوليساريو. وتساءل كذلك عن أو نسج من خياله أن الصحراء مجال مغلوق. أود أن أقول أن الصحراء مجال مفتوح، وهناك طبعا فتح القنصليات، وهناك الاستثمارات وبناء المنشآت الصناعية والتجارية والاقتصادية التي تساهم في تنمية الأقاليم الجنوبية، بل أن مدن الصحراء أفضل بكثير من المدن الجزائرية نفسها في ممارسة الحريات والتمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لكن سؤالنا يبقى سيدتي الرئيسة، لماذا الجزائر لا تريد فتح المخيمات؟ لماذا الجزائر جعلت من هذا المكان سجنا مفتوحا؟ وهو طبعا الهدف من هذا هو سرقة ونهب المساعدات الإنسانية من طرف البوليساريو واقتراف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تجنيد الأطفال والاعتداء على النساء. وكذلك هو شيء أثبته تقرير برنامج التغذية العالمية وكذلك الهيئات الأوروبية. السيدة الرئيسة، تكلم أخي ممثل الجزائر عن دبل ستاندردز، والجزائر تتناول في كل المنابر حق تقرير المصير وتجعله أصلا تجاريا بسياسة الكيل بمكيالين، وتدافع عنه للهجوم على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لكنها لا تطبقه حينما يتعلق الأمر بالشعب القبائلي الذي يوجد قبل أن تصبح الجزائر دولة بآلاف السنين. والمغرب قد ضحى وأعطى وساعد شعوب في تقرير مصيرها قبل أن توجد الجزائر. وأود أن أختم بالقول سيدتي الرئيسة بقول صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المضفرة، والتي رسم فيها جلالته الحقيقة التي لا رجعة فيها بخصوص قضية الصحراء. وأقتبس: أولا، تشبت أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم وتعلقهم بمقدسات الوطن في إطار روابط البيع القائمة عبر التاريخ بين سكان الصحراء وملوك المغرب. ثانيا، النهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به الصحراء المغربية. ثالثا، الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي. انتهى قول صاحب الجلالة، وشكرا السيدة الرئيسة. أشكر ممثل المغرب